تحياتي لكل اللي بيشوفونا واللي لسه هيشوفونا واللي بيتفاعلوا معانا واللي لسه هيتفاعلوا معانا. وأنا أسمع معاكم في نوديو أسمع، بستنى كل تعليقاتكم وآرائكم وأسئلتكم وطلباتكم. ده بيعرفني بيكم أكتر وكمان بيعرفكم بينا أكتر، بيخلي حبل التواصل بيننا وبينكم دايما واصل. معانا وصفة كوكيز سهلة وبسيطة جدا وهتطلع معاكم ناجحة جدا جدا. مع شوية ملاحظات كده هتخلي الكوكيز يطلع معانا زي ما احنا عايزينه بالظبط، لأن طبعا وصفات الكوكيز كتيرة جدا جدا، فبنختار بقى اللي احنا عايزينه وبنحبه وبنفضله. وخاصة بقى مع الشتاء بيحلى أكتر وأكتر، مع كوباية اللبن كده في الفطار بيخلي فطارنا مميز، ومع القهوة والشاي كمان. وهقول لكم بقى ازاي نحفظ الكوكيز بأنواع المختلفة، وحتى لو حابين نحفظ عجينة الكوكيز ونخبزها في وقت ما نحب، كل ده هنعرفه بعد دقايق. يلا نشوف مقاديرنا. المقادير اللي شايفينها دي أبسط مقادير لكوكيز تقليدي جدا جدا، لأن طبعا زي ما انتم عارفين وزي ما قلت في البداية الكوكيز في منه إبداعات كتير، وكل مكون بيبقى ليه تأثيره وبيخرج لنا الكوكيز بشكل وقوام مختلف عن التاني. أول حاجة الدقيق، دقيق متعدد الاستخدامات وهو أفضل أنواع الدقيق علشان نعمل كوكيز زي اللي معانا ده، بيبقى طري ومش جاف قوي وناشف. وده ميمنعش أبدا إننا ممكن نستخدم أنواع تانية ومختلفة من الدقيق، ولكن بنسب معينة وعلى حسب وصفة الكوكيز، فبيبقى طبعا في اختلاف في القوام والطعم والنكهات. فمقدار الدقيق هنا 160 جرام، و80 جرام من السكر البني الفاتح، و100 جرام من الزبدة، وتكون بدرجة حرارة الغرفة هي والبيض. يعني نخرجها قبلها كده على الأقل بنص ساعة. ولو حابين نعمله بسمنة نباتي نعملوه، بس نتأكد من جودة السمنة وتكون نسبة الدهون فيها أكتر من المية علشان الكوكيز ما يطلعش معاكم ناشف. وحتى الزبدة لو استخدمنا منتج مش قد كده بيخلي الكوكيز يفرش معانا أكتر أثناء الخبز. معانا هنا بيضة كاملة، معلقة صغيرة بيكنج باودر يعني من 3 ل 4 جرام، ما نزودش عن كده، رشة من الملح علشان طبعا تبرز الطعم وتوازن السكر معانا، 100 جرام شوكليت شيبس أو أي نوع شوكولاتة انتم بتحبوه بتفضلوه، بس نقطعه لقطع صغيرة. وممكن بقى نعمل ميكس بقى ما بين الشوكليت شيبس واي شوكليت احنا بنحبها ونفضلها. نضيف الزبدة وعليها السكر ونقلب بقى لحد ما المكونين يندمجوا مع بعض قوي. وممكن نعمل الخطوة دي بمضرب يدوي او كهرباء، او ممكن بالمعلقة زي ما انا هعمل. المهم بقى ان المكونات تندمج مع بعض كويس. بعدها هنضيف البيضة وعليها رشة فانيليا ونقلبهم برضو مع بعض. لازم البيضة نخلطها مع الزبدة كويس قوي. هننخل الدقيق، ودي خطوة أنا أحب أعملها في كل المخبوزات بتاعتي. نضيف عليه بقى البيكنج باودر ورشة الملح ونقلبهم، وأحب دايما يكون التقليب بمضرب يدوي علشان المواد الرافعة تتوزع كويس. دلوقتي بقى هنضيف الدقيق على الزبدة والبيض، ويفضل نضيفه شوية شوية علشان الخليط يبقى ناعم وما يبقاش فيه تكتلات، وخاصة بقى لما الكمية تبقى كبيرة معايا. ولكن أنا الحبة اللي أنا سبتهم دول سبتهم علشان أضيفهم مع الشوكليت شيبس علشان كمان يتوزع كويس في الخليط. وهنا بلاش نستخدم مضرب في الخطوة دي علشان ما يبقاش الخلط كتير قوي، وده بيخلي الكوكيز يطلع معاكم ناشف شوية. هنسيبه بقى في التلاجة على الأقل ساعة، ومعاكم بقى لحد ليلة كاملة. وخاصة بقى لو كانت العجينة طلعت معاكم طرية زيادة ومش عارفين نشكلها، فبنسيبها بقى وقت زيادة في التلاجة علشان تتماسك أكتر وأكتر. كده العجينة بقت جاهزة. وكمان الفايدة من أن أنا أسيب العجينة في التلاجة وقت أطول، ده بيبرز النكهات اللي احنا ضفناها في العجينة أكتر وأكتر. أنا بقى هغطيه بستريتش رول وأسيبه بقى ليلة كاملة في التلاجة. ده بقى شكل العجينة تاني يوم، بتبقى متماسكة قوي، ده علشان سيبناها ليلة كاملة. هبتدي بقى أشكل، ولازم يكون بأحجام متساوية قد بعض علشان في التسوية يستووا مع بعض وتبقى التسوية بتاعتهم مظبوطة. أنا هستخدم معلقة غرف الآيس كريم علشان تديني أحجام متساوية. هضغط على كل واحدة علشان كلهم يكونوا بنفس الحجم، ميبقاش فيه فراغات. نحطه بقى على ورق زبدة أو مفرش سيليكون. بلاش ندهن الصينية علشان ده هيخلي الكوكيز يفرش معاكم أكتر أثناء التسوية. هنسخن الفرن قبلها بربع ساعة، وهنخبزه بقى من 10 دقايق لربع ساعة بالكتير. نضيف بقى قطع الشوكولاتة من فوق.
يخرج معانا بالشكل ده. نسيبه 10 دقايق يهدى وبعدها نخرجه من الصينية وبالهنا. بجد طعمه بيبقى حلو قوي. واخيرا بقى هقول لكم ازاي نحفظه لو احنا حابين نعمل كمية كبيرة ونحفظها في الفريزر مثلا، او لو احنا حابين نحتفظ بالعجينة برضو. لو كانت الكوكيز طرية زي الكوكيز اللي معانا او اللي احنا عملناها دلوقتي، هحفظه في علبة تكون محكمة الغلق وفي درجة حرارة الغرفة. يعني ده لو انا هحفظه مثلا يومين 3 كده. ولو كانت البسكوتة مقرمشة هحفظه برضو في درجة حرارة الغرفة، ولكن من غير غطا محكم. بقى لو حابين نحفظه لفترة طويلة مثلا لمدة شهر، بنسيبها تبرد تماما. بعدين بقى بندخلهم على صينية أو طبق بنرصهم كده جنب بعض ونحطهم في الفريزر يتفلزروا ويتمسكوا قوي. بعدها بقى بحطهم في كيس التخزين بتاع التلاجة، ولما اجي احب استخدمهم بنخرجهم قبلها بوقت لحد ما يبقوا بدرجة حرارة الغرفة. واحيانا بقى بنبقى مستعجلين شوية، فممكن اخرجهم من الفريزر على طول واحطهم بقى في فرن تكون ساخنة من دقيقتين ل5 دقايق، او ممكن في الميكرويف مثلا لمدة 12 ثانية، وهيبقوا مجهزين للاكل. اما بالنسبة بقى لو كنا حابين نحتفظ بالعجينة، ممكن نحفظها في الفريزر بقى لمدة 3 شهور. بنشكلها برضو على ورقة زبدة زي ما شكلناها بالظبط قبل الخبز، وبنجمدها في الفريزر. وبعدها بقى بحفظها في كيس التلاجة. لما اجي احب اخبزها او اسويها، بنخرجها بقى قبلها بوقت يعني عشان يدوب التلج، وبعدها بنخبزها. او ممكن كمان حتى هنا لو كنا مستعجلين وحابين نخبزها على طول، ممكن نخبزها، بس بتاخد وقت شوية في الفرن علشان التسوية. بعدها بقى بالهنا. وفي النهاية حابة أعرف بقى إيه أكتر أنواع الكوكيز اللي انتم بتفضلوها وبتحبوها. وما تنسوش بقى تستنونا في وصفات تانية جديدة في نوديو أسماء، وبالهنا على قلوبكم.